كلود قتل بلندر. تعال نشوف فعلا هل كلود قتل بلندر ولا لا، ونشوف هل نقدر بكلود نعمل الريج اللي انت شايفه قدامك ده بالكنترولرز دي وبالانيميشن ده. فيلا بينا. لو انت معكش الفايل ده احنا عملناه في الفيديو اللي فات، ولكن برضه هسيب لك في الديسكربشن تحت لينك الموديل ده عشان نبدا على طول. مبدئيا احنا عايزين ننزل كلود. اللي انت شايفه قدامك ده هو ده كلود. كلود عباره عن روبوت، تعال نقول ان هو روبوت، ولكن لازم تنزل كلود على الديسك توب. فاحنا هنخش على جوجل، واحنا مش عايزين كلود اللي هو موجود على جوجل، احنا عايزين نعمله داونلود على الديسك توب. فاحنا مش عايزين ده، ولكن هنخش على جوجل ونكتب cloud.com/download، وهسيب لكم برضو اللينك ده في الديسكربشن. طبعا هنا هنلاقي داونلود فور ويندوز. اول ما ندوس داونلود فور ويندوز هتعمل داونلود عادي جدا، وهينزل لك كلود اللي انت شايفه ده كده كلود موجود في الديسك توب عندك. يعني لو كتبت هنا كده كلود هيطلع لك كلود بتاع الديسك توب. ليه ده لان ده الروبوت اللي هيقدر يتحكم في جهازك من غير ما انت تلمس الماوس، من غير ما تلمس الكيبورد، من غير اي حاجه. طيب، بعد ما ننزل ده ازاي نربط ده ببرنامج بلندر، وازاي ان هو يبقى شايف بلندر؟ مبدئيا بنيجي هنا كده في كلود، عندك ثلاث حاجات. مبدئيا انا مشترك في برو دي اللي هي ب $20 اللي هي ب 1000 جنيه، وهنشوف هي فعلا تستحق ولا لا. وعشان اسال عليك الموضوع هي تستحق 100%. فهنا هنلاقي في كلود تشات، وفي كلود كوورك، وفي كلود كود. احنا محتاجين كلود كوورك، او هنشتغل في كلود كوورك. كلود كوورك هو اللي يقدر ان هو يمسك جهازك ويشتغل فيه، انما التشات هو عامل زي تشات جي بي تي عادي. طيب، فهنيجي هنا كده في كلود كوورك، وهنلاقي حاجه اسمها كاستمايز، هندوس عليها. بعد ما ندوس عليها هنلاقي حاجه فوق اسمها سكيلز وكونكتورز، احنا عايزين الكونكتورز. لما هدوس على الكونكتور هلاقي هنا في كونكتورز كتير. انا اوريدي في حاجات انا منزلها، انت ممكن عندك ما يبقاش فيه، ولكن انا عايزك ان انت تيجي هنا كده تدوس بلس وبراوز كونكتورز. بعد ما تدوس على براوز كونكتورز هتلاقي في كونكتورز كتير جدا، كل دي حاجات او شركات عامله كونكت مع كلود. فلو انت كتبت بلندر هتلاقي بلندر اوريدي موجود جوه كلود ككونكتور. فهتدوس على بلندر دي كده، وهتلاقي فوق هنا ينفع ان انت تعمل انستول. انا عامل اصلا انستول، فانت هتدوس هنا وهتعمل انستول. وبعد ما تعمل انستول وتخلص الحركات بتاعت الانستول دي كلها، عايزك تيجي هنا كده تدوس على اللينك ده. بمجرد ما تدوس على اللينك ده هيوصلك لصفحة جوه بلندر نفسهم. ده الادون اللي يربط ما بين كلود وما بين بلندر. فهنا هو بيقول لك ان انت تقدر ان انت تنزل كزيب فايل عادي انستول فروم ديسك، او ممكن تدراج اند دروب. انا بفضل دراج اند دروب لان هو اسهل بكتير. فانت كل عليك ان انت تيجي هنا كده دراج، تمسك ده كده وتروح داخل تحت كده في بلندر وتعمل دروب. طبعا اول ما تعمل كده هتلاقيه بيبدا بقى ان هو يعمل انستول. انا اوريدي عامل انستول للام سي بي، فبعد ما تعمل انستول هتلاقي ان انت هنا في الادونز الام سي بي موجوده. طبعا انت لو كتبت في الادونز ام سي بي بعد ما يعمل انستول هتلاقيها مقفوله، فانت هتدوس هنا وتفعلها. وهتلاقي تحت هنا في حاجه اسمها، هتلاقيها كده ستارت ام سي بي بريدج سيرفر. دوس عليها عشان يبقى الام سي بي شغال. طب لو انت دوست ولقيته بيقول لك ان في ايرور او ان هي مش شغاله او ايا كان، عايزك تيجي هنا كده في سيستم وتتاكد ان في النتورك انت فاتح الالاو اونلاين اكسس. ده ان انت فاتح ان بلندر ياكسس النت، فدي ممكن تبقى مقفوله عندك، فتاكد ان انت فاتحها عشان الام سي بي يبقى شغال. فاتاكد ان هو برضو على اوتو ستارت عشان لما تفتح بلندر بعد كده يبقى بيفتح على طول. فاتاكد بس ان الام سي بي ده شغال. فكده ببساطه احنا نزلنا كلود على الديسكتوب، دخلنا في الكونكتورز، عملنا البراوز كونكتور بلندر، لقينا البلندر ده ربطناه وفتحناه ونزلنا الادون جوه بلندر. طيب حلو جدا كده. كلود شايف بلندر ده، ولكن هل انت واثق من حاجه زي كده؟ لا، انت مش واثق من حاجه زي كده. فبنبدا نعرف ازاي. تعال بقى نبدا نشتغل في كلود. مبدئيا هنيجي هنا كده في الكوورك نيو تاسك، وهاجي هنا كده. طبعا هنا دي المودلز كلها، انا مش هخش في موضوع المودلز، ولكن انا ممكن ابقى طالما التاسك بتاعتنا معقده اللي احنا هنعمل ريجنج لحاجه على بلندر، فاحنا ممكن نستخدم اوبس 4.8، وهو اصلا كاتب لك فور كومبلكس تاسكس اوبس 4.8، وهنخلي الايفورت بتاعه هاي. تمام. طيب هنيجي هنا نساله سؤال بسيط جدا. can you see my blender project؟ هل انت شايف بلندر بروجكت انا فاتحه؟ بس كده، واساله واشوف هيجاوبني يقول ايه. مبدئيا انا بتكلم بالانجلش عشان انا بفضل ان انا اكلمه بالانجلش عشان اتعود على الانجليش، ده رقم واحد. ثانيا عشان هو 100% بيفهم انجلش احسن، لان مسميات الريجنج كمان والحاجات اللي هنعملها جوه بلندر بالانجلش. فلما يجاوبك بالعربي هتلاقي كلام انجلش في وسط عربي، تبقى رخمه شويه بالنسبه لي، ولكن مفيش مشكله لو انت اتكلمت معاه بالعربي. طيب مبدئيا هنا راح قايل لي يس اي كان سي ات، وان انا فاتح بروجكت اسمه ويك 2 ريكورد دوت بلند. هل البروجكت ده اسمه كده؟ بص هنا ويك 2 ريكورد دوت بلند. جامد، هو كده شايف البروجكت.
وبيقول لي ان في الكوليكشن ده فيه 13 مش وانواعهم ايه و3 امتي كلام كتير كده، وبيقول لي ان هو شايف كل حاجه. طيب كده انا اطمنت ان هو شايف البروجكت. طيب تعالى بقى نبدا نقول له can you identify the object in my scene. انا بقول له can you identify the object in my scene، هل انت تقدر توصف الاوبجكت اللي موجود في السين بتاعي، لان انا في السين بتاعي هنا انا حاطط زرعه، فانا عايز اعرف انت هتقدر توصف الاوبجكت ده ولا لا. واللي انا بعمله ده مهم جدا في كلود، لان انا بشوف غلطه ناس كتير جدا بتعملها، هو ان انت دلوقتي عايز تعمل ريجنج، احنا عايزين نعمل ريجنج صح، اوكي، ممكن حد يروح قايل لي سيف انت ليه عمال تعمل الحاجات دي كلها، ما تخش تقول له ريج الاوبجكت ده. لو دخلت الدخله العنيفه قوي دي بتكتشف في الاخر ان هو ما قدرش ان هو يفهم وبيبدا ان هو يغلط. لازم في الاول تمهد له زي اي موظف في الدنيا، انك على الاقل تعرفه ايه البروجكت اللي هو هيشتغل عليه. فانا هنا ببدا ان انا اشوف انت شايف ده ايه ولا لا، انت فاهم ده ايه ولا لا. فهنا بدا ان هو يقول لي كلام بقى كتير بقى. طبعا انت ممكن تقعد تقرا هو بيعمل ايه، ولكن هو بيعمل حاجات معقده جدا فعلا، وبيعمل سكرين شوت كمان عشان يشوف ليله كده. ولكن هنا هتلاقيه بيبدا ان هو في مراحل معينه وهو قاعد شغال ما بيقدرش ياخد الخطوه غير لما انت تقول له ايه allow for this task. فانا هقول له allow for this task عشان يبدا ان هو يكمل الخطوات بتاعته. هنا بدا ان هو بقى يكتب لي، بص بقى الشطاره، بدا يكتب لي ان دي بي شوتر من اللعبه اللي هي بلانس فيرسز زومبيز، وان الموديل ده بدا يشرحه. خلاص هو كده فاهم كويس جدا ايه اللي هو شايفه، وبيبدا يقترح على، يقول لي عايز نعمل سيت اب للكاميرا، عايز نعمل كلين اب للكيوب نيمينج اللي هي ننظف الاسامي اللي هي اللي هنا دي. ودي حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تفهمها ان كلود يقدر يعملها، وهو ان هو يقدر يعدل الاسامي دي كلها بدل ما انت تقعد تعدلها. ولكن انا مش عايز كده خالص، انا هقول له no I want to rig this pea shooter. فبقول له لا انا عايز اعمل ريج للبي شوتر دي. فهيبدا ان هو يشتغل على هو اصلا البي شوتر دي ازاي نقدر نعمل لها ريج. طبعا انت لو عايز تشوف هو بيفكر ازاي تقدر تدوس على ثوت بروسيس او تدوس على اكسكيوت بلندر كود، الحاجات دي، وتبدا تشوف هو بيعمل ايه. ببساطه هو قاعد بيكتب كود، كود جوه بلندر شغال ببايثون، فهو بيبدا ان هو يكتب بايثون كود جوه بلندر. فهنا بيبدا ان هو يفكر ويقترح علينا ايه اللي ممكن يعمله. ممكن تلاقيه اشتغل على طول، وممكن تلاقيه بيسالك قبل ما يشتغل. هو هنا بدا ان هو يقول لي this is a multi object model 12 separate pieces، ان احنا عندنا الهيد والستيم والكولر رينجز والعين والبيز ليفز والتوب ليفز اللي هي اللي ورا الراس، each with subsurface no existing bones، مفيش اي عظمه او اي حاجه ليها علاقه بالريجنج اتحطت. that shape how I rig it، هو بيقول لك ان انا هرج بالمنظر ده. فليت مي كونفيرم وات يو want to rig to do before I build، يعني هو بيقول لك ايه اللي انت هتعمله بالرج قبل ما ابدا الرج. بص بقى العبقريه اللي موجوده في الموضوع. فبدا يسالني بيقول لي what movements should the rig support، هو الرج ده هيعمل ايه. فبيقول لي هيد ايم تيرن، الراس هتلف، ولا شوت ريكويل، ولا ايدل بوب، هيبقى ان الزرعه بتتحرك كده في ايدل، ولا بندي ستيم ليفز، ولا something else. فانا هدوس على بندي ستيم، ينفع تختار كذا حاجه، فهدوس بندي ستيم ليفز، وهدوس على ايدل بوب، تمام، والله شوت ريكويل كمان، الثلاثه هو هيعمل الثلاثه. وهدوس نيكست، وبيقول لي how should the body deform when posed solid pieces recommended smooth bendy deform. انا هخليها solid pieces طالما هو بيقول لي ان ده recommended. تمام ماشي كده، انا جاوبت على الاسئله اللي عنده. وبعدها هنبدا ان احنا نرجع نشوف هو عمل ايه. طبعا اللي انت مش واخد بالك منه هو ان هو في الباك جراوند هو شغال هنا على فكره، ويفضل ان انت ما تبقاش بتحرك بلندر خالص يمين وشمال وهو قاعد بيشتغل، لان هو عمال ياخد سكرين شوتس وبيسيفها عشان يقدر ان هو يشوف ويقدر ان هو يحلل. فلو انت حركت انا اكتشفت ان ده بيأثر على جوده الاوتبوت اللي انت متوقعه. هنا بقى لما تيجي تبص هتلاقي فعلا كو ورك ايه قوته وايه معناه عامه. هو هنا كاتب تمام جاتت بندي ستيم ايدل بوب سواي، ايه الانيميشنز اللي هتتعمل يعني. وبيقول لي with the body kept as solid bone parented pieces. بيقول لك بقى هنا ايه let me set up a task list and build rig، خليني اعمل تاسك ليست وابدا الرج. ايه التاسك ليست ده؟ لو جيت تبص هنا هتلاقيه على اليمين ظهر حاجه جديده احنا ما كناش شايفينها اسمها بروجرس. هنا بيبدا يحط الشغل اللي هو هيعمله كتاسكات، واللي يخلص هيبدا يعمل عليه صح. فهنا كاتب mapping parts to bones، هيعمل مابينج للاجزاء دي للبونز، بعدها build الارمتشر with bones hierarchy، بعدها هيعمل بون للبيرنت سوليد بيسز، وبعدها هيعمل سكين بندي ستيم تو ستيم تشين، وبعدها هيتست البوز وفيريفاي وذ ريندر، يعني هيعمل تيست للبوز بتاع الرج اللي هو عامله.
فهو بدأ إن هو ده بقى فكرة الcowork عامةً، إن هو يبدأ يعمل أنا هاعمل 1 بعدها 2 بعدها 3. فلو أنت لقيت إن في تاسكاية معيّنة مش عاجباك، قُل له لأ، هنا ممكن تكتب أو تrecommend حاجة تانية، هو هنا كاتب لك ask a question or recommend a change لو أنت في حاجة مش عاجباك. طبعًا هنا بدأ إن هو يقول لي front of the plant faces plus y I have mapped all 12. عمل شغل بقى، فتعالَ نروح هتلاقي إن إحنا هنا بدأ إن هو إيه، هيبدأ إن هو يشتغل وهتلاقي إن في حاجات بدأت إن هي تتغيّر، لسه ما حسيناش بده ولكن بعد شوية هتلاقي إن هنا بُص، حلو جدًا اللي حصل ده، أنا وأنا قاعد باكلمك فجأة خدت بالك من اللي حصل، في بونز اتحطت إحنا ما لمسناهاش خالص، البونز دي اتحطت دلوقتي حالًا وأنا باكلمك، أنا ما حطيتش أي بون فيهم، هنا هتلاقي إن هو حط الرِّج وسمّاه بالمنظر ده، فلمّا تيجي تبُص هتلاقي إن هو قاعد شغال، فأنت ما تلمسوش خالص، سيبه يشتغل. هنا هو خلاص بدأ إن هو يقول لنا إن أول 3 تاسك خلصوا، اللي هي الmap model والbuild armature والbone parent خلصوا، ودلوقتي شغال على آخر 2. فهنستنى إن هم يخلصوا ونبدأ نشوف إحنا وصلنا لإيه، وبعدها نبدأ إن إحنا نmodify على الموضوع ده. دلوقتي هو بيقول لي إن الrig خلص وإن إحنا نقدر نtest كل حاجة، وهنا بيبدأ إن هو يشرح لك هو عمل إيه بالضبط. طبعًا خُد وقتك إن أنت تقعد تقرا الحاجات دي كلها، ولكن أنا عارف هو عمل إيه. المهم هو بيقول لي I also added 2 ready to use animations stored in the file idle bob وshoot recoil. هنشوف دول إيه، بيقول لي to use them select the rig open the action editor dope sheet and pick idle bob or shoot recoil. وتعالوا نشوف إيه اللي هو عمله، ولكن الأول خلّيني أوريك أصلًا الفايل عامل إزاي. مبدئيًا ده الفايل بتاعنا دلوقتي، إحنا ما لمسناش أي حاجة خالص في بلندر، ولكن لو جيت دلوقتي تمسك الrig ده ودوست control tab وجيت تمسك هتلاقي ده الrig بتاعك. أنا مثلًا هامسك دول، هامسك ال4 bones دول اللي هم الأساسيين اللي هيبقى فيهم الحركة، وهاقدر إن أنا أعمل RXX مثلًا كده بالمنظر ده، وده تقدر إن أنت تعمل له animation بالمنظر ده، تقدر إنك تحركه زي ما أنت شايف كده. طبعًا حاجة مبهرة إن أنت توصل لنتيجة زي كده. بُص، أنت هنا دي الحواجب مثلًا ممكن أعمل لها scale مثلًا إن هو بيتخض، هنا الleaves اللي تحت. فطبعًا إن أنت توصل لrig زي ده من غير ما تعمل أي حاجة بنفسك، لأ، الموضوع فعلًا worth إن أنت تستخدم حاجة زي كده. طيب، تعالَ نشوف بقى اللي هو بيقوله هنا. هنروح للaction editor، أنا هنا جيت في الaction editor هتلاقيها هنا كده dope sheet action editor، وآجي هنا أختار الidle bob أو الshoot recoil. فده الidle هنلاقي إن هو already عمل animation. لو جينا ندوس play ده الanimation اللي هو عمله، ولو جينا هنا نغيّر الanimation ده خليناه الshoot recoil هنلاقي إن ده يعني ده جامد جدًا. تعالوا كده نخلّي هنا بس نيجي هنا كده في الtimeline ونخلّي ده 20. ده الanimation اللي هو عمله، الrecoil اللي هو عمله. فكanimation إن أنت توصل لanimation زي ده من غير ما أنت تلمسه خالص، لأ، الموضوع جامد. طيب، أنا عايز أعمل حاجة كمان دلوقتي، وهي إن أنا بدل شكل الbones دي أنا عايز يبقى في armature كويس، يعني في شكل bones كويسة إن أنا أقدر أمسكها. فتعالَ هنا كده في claude create the armature for the animator. إن أنا يعني عايز الرِّج ده ما يبقاش مجرد رِج، أنا عايز بقى إن هو يبدأ إن هو إيه، يحط له بقى شكل bones أو حاجات إن أنا أقدر إن أنا أمسكها. كان ليها اسم بس أنا ناسي إيه الاسم خالص بصراحة دلوقتي. الهدف هو إن إحنا لقينا إن إحنا نقدر نعمل رِج باستخدام claude، animation باستخدام claude، مش advanced أوي ولكن user friendly إن أنا أقدر أطلّع بيه شغل عادي جدًا والعميل يستلمه ويدفع لي فيه فلوس، فدي حاجة كويسة أوي. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي واكتب لي برضه اقتراحك عايز إيه اللي نشرحه في الفيديو اللي جاي. شكرًا، سلام.